اهلا بكم في حاجه جديده من قناه فخر معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو عباره عن بعد غياب حوالي اكتر من 3 شهور النهارده رجعنا بفيديو جديد على بودكاست قعده زملكاويه. النهارده هنتكلم على حاجات كتير حصلت في الزمالك. يمكن قلت لكم الفيديو اللي فات اللي هو مباراه ما قبل ديربي الاهلي والزمالك، قلت لكم ان البودكاست مش هيرجع وهيرجع على اول شهر 6 عشان هنكون احنا خلصنا امتحانات، ولكن بعد ماتش الاهلي والزمالك وبعد فوز الزمالك على الاهلي 2-1 نفسنا اتفتحت ان احنا نتكلم على الزمالك تاني. والنهارده رجعنا بحلقه جديده على بودكاست على الزملكاويه. فالنهارده معايا علام وهنتكلم على حاجات كتير قوي النهارده في الزمالك، واهمها طبعا ماتش الاهلي والزمالك. فيلا بينا. اول حاجه هنتكلم عليها وهي الصفقات اللي ظهرت. كل الصفقات يمكن ظهرت زي ما قلت لك: احمد حمدي، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد شحاته، مهاب ياسر، موتيبيا، زياد كمال. يمكن زياد كمال ما شفناهوش قوي. ياسر حمد ما شفناهوش يعني في دقايق في ماتش. فاولا انت ايه رايك في الصفقات الجديده ككل كده؟ يعني لو مسكنا لاعب واتكلمنا عنه، مش هنتكلم عنه بتفاصيل بس لو اتكلمنا عامه يعني صفقات حلوه يعني، بس هي ما فهمش صفقه سوبر غير 2-3. تمام. يعني من 10 صفقات ما طلعش منهم غير 2-3. لا هو في لعيبه حلوه بس مش سوبر. ايوه يعني السوبر مثلا هنقول احمد حمدي، تمام، وناصر ماهر وعبد الله السعيد، بس دول السوبر. الباقي بقى ايه يعني بعد الكسر بشويه يعني. بس ممكن يبقى فيهم احسن من اللي كانوا عندك يعني طبعا انا وجهه نظري، بس ان هم كانوا احسن. يعني طول ما الصفقات اللي جت كانت احسن من اللي كانت عندي فانا في التمام. طول ما انا يعني انا حسيت برضو في ماتشات النص الملعب بتاعك بقى تمام، بقى مظبوط، وبقى عندك بدائل نص ملعب كويسه. يعني انت لما بتبدا بعبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر، فانت عندك على الدكه زياد كمال وعندك محمد شحاته، فاهم، وعندك رؤى لما بيبقى موجود. وعامه انا يعني كنا هنتكلم في الحوار ده، ان رؤى واللعيبه اللي هي كانت قليله بدات تعلى شويه يعني، زي دونجا وزي حسام عبد المجيد. دونجا سلخته في الكاس، بس هو بدا يعلى يعني معلومات. طيب لو جينا اتكلمنا، احمد حمدي طبعا ممتاز، لعيب ممتاز جدا، بس هو لسه بس ما جاش شويه لان هو بدنيا مش كويس، لان هو الدوري الكندي خلي بالك اصعب من الدوري المصري. انا فاهم، بس هو خلص من بدري يعني. أيوة سمعتهم من المذيعين ان هو خلص من بدري، فهو بدنيا بيجي تحس على الدقيقه. حتى في ماتش الاهلي كده، او ماتش الاهلي الصراحه ما اداش، ما ظهرش بشكل كويس. هو بص، هو انا هقول لك حاجه، هو في لعيبه ما ظهرتش زي عبد الله السعيد مثلا لغايه دلوقتي ما ظهرش. ايوه في ماتش الاهلي في كام لعيب بس هم اللي ظهر يعني، هنعدهم في الصوابع يعني. ناصر ماهر الصراحه ناصر ماهر بيظهر في اي ماتش بيخش في اي دقيقه بيخش. يعني عندك مثلا ناصر ماهر وسيف الجزيري وموتيابا ومين تاني، وناصر ماهر ولا قلته؟ قلت ناصر ماهر في الاول بس حسام عبد المجيد على فكره، حسام عبد المجيد كان كويس جدا الصراحه من وجهه نظري. موتيابا يعني نزل مكان زيزو، ما كانش بالقوه الهجوميه خطوره على الجون، بس دفاعيه لا، وكان قوي يعني. كان هو صغير وضعيف كده، بس كان بياخد اي لعيب في ظهره بياخد فاول، بياخد فاول. هو خلي بالك موتيابا هو يعني لو جيت تشوف هو عمل ايه في الماتش، هتلاقي نفس اللي خوسيه جوميز قال له يعني. بالظبط. كمان ياسر حمد انا نفسي اشوفه جدا، وانا نفسي اعرف المدافع ده هل هو، انا شفته دقايق بس هل هو كويس؟ هل هو هقدر بعد كده احط مثلا ياسر حمد جنب حمزه المسلوسي ولا حسام عبد المجيد؟ احط مثلا جنب حسام عبد المجيد وارجع تاني بقى المسلوسي باك يمين. هو خلي بالك دي ساعتها يبقى فيها مشكله ان عمر جابر في البيك بتاعه. ايوه وخلي بالك في حاجه، هو حمزه المسلوسي خلاص هو ضمن مركزه مدافع سيرد باك. بس يعني ده من ايام اسوريو اصلا. هو تقريبا حصل الحوار ده برضه عشان حكايه عمر جابر، يعني عمر جابر برضه في البيك لا بس خلي بالك هو جه وقف دفاع ايام اسوريو قبل ما عمر جابر ما يتألق. هو خلي بالك عمر جابر اتألق مع مين؟ بس من اول مع خوسيه جوميز. طبعا خوسيه جوميز فعلا. طيب وجوميز هنتكلم عليه. لغايه دلوقتي يبقى احمد حمدي تمام، ناصر ماهر تمام. لو جيت قيمنا احمد حمدي 8.5 انا برضه اديله 8 برضه من 10 او 8.5 زيك. ناصر ماهر الصراحه 10 من 10. ولا خلي التقييمات في الاخر؟ لا ما احنا قصدنا على الصفقات عامه. التقييمات دي هتبقى في الماتش بتاع الاهلي والزمالك. الناصر ماهر الصراحه 10 من 10 لان هو كل ماتش بينزله، حتى في الماتش الاسماعيلي تقريبا نزل اخر كام دقيقه، ده كان اول ظهور لي، عمل تاثير. فهو الصراحه لعيب ممتاز. انا بحس ان نص الملعب بتاعي بقى في التمام. دي كانت المشكله الوحيده، مشكله رؤى، مشكله عمرو السيسي. مين تاني كنا بيبقى عندنا؟ مين في نص الملعب؟ بيبقى عندنا بلاوي. فالمهم وطيب في لاعب برضه اكلمك عليه، مهاب ياسر شفناه برضه في دقايق في ماتش فيوتشر. لعيب برضه لسه ما تقدرش تحكم عليه يعني. هو عارف، هو حاجه عامله زي موتيابا بس على تحسه انه هو لعيب جاي من الداخليه برضه. تمام.
هل هينجح ويبقى زي صفقه مثلا اللعيبه اللي بتيجي من تحت زي مثلا كهربا؟ لا كهربا لما جه قصدي من مثلا من انبي للزمالك. لا امام عاشور جه من طلائع الجيش. جه من طلائع الجيش. هل هيبقى كده ولا هيبقى مصيره زي عمرو السيسي وزي معبد غني وزي الزناري اللي نتكلم عليه برضه في الاخر كويس. الصفقات اوفرول كويس تمام. هل انت تتوقع ولا خلينا في جوميز خلاص؟ محمد عاطف هو ده الوحيد اللي لم يخش قايمه. انا متابعه. محمد عاطف ده لاعب من طنطا، رايت حلو قوي، وينج رايت لعيب. شفت ليه كذا فيديو ستايل كده مصطفى فتحي شويه، اللعيب اللي بيقطم وحريف وبيشوط وبتاع. يعني انا بكلمك على الصفقات اللي جت، فان شاء الله يعني يضموا في قايمه ونشوفه حتى لو في اي ماتش. طيب خلينا نخش على الفقره اللي بعدها وهي فقره جوميز الصراحه اللي كان اول ما جه عليه علامات استفهام كتير. ايوه ما بص، ما هو مدرب جديد، فانت لما مدرب جديد يبقى لسه هيحط الخطط بتاعته على اللعيبه، انت فاهم؟ ايوه فاهم. يعني هو مثلا كان اول ماتش جه كان ايه؟ كان الاسماعيلي تقريبا. الاسماعيلي اول ماتش. بعد كده لعب فيوتشر. الاسماعيلي تعادلنا. تعادلنا 0-0. بعد كده فيوتشر كسبنا فيه. بعد كده لعبنا ماتش الجونه خسرنا. دي كانت ولعبنا ماتش الداخليه. لا في الدوري. لا انا كنت في الاستاد في ماتش الداخليه وكسبنا 1-0 بالعافيه بجون عمر جابر اللي كان في ضربه. افتكرت. ده كان برضو كان اداء سيء جدا في ماتش الداخليه. بس خلي بالك هي تدريجيا في الكاس، هي تدريجيا. بس هو الصراحه مدرب يعني بص، انا اي مدرب برتغالي بتفائل بيه. هو اوسوريو كان ايه حبيبك ده؟ انت المفروض ده ابوك ده يعني انت تبقى عارف مكسيكي ولا بس هو يعني انا حاجه في الحدود دي. اتفائلت بجوميز ده ساعه لما فريرا اتكلم عنه وبتاع وقال ان هو من احسن يعني ادوا له فرصته والكلام ده كله، فاتفائلت بيه الصراحه. هو مدرب كويس، خطته كويسه. انت ايه رايك فيه؟ هو بص، هو لحد دلوقتي هو كويس، لسه بقى مع ضغط الماتشات. هل بقصدك بالنتائج ولا بالاداء؟ الاثنين. يعني بتفرق معاك النتائج ولا الاداء اكتر؟ ما هو بص، ما انت لو الزمالك لو هيلعب حلو هيكسب. بس مش دايما. ما انت في ماتش الكاس قدام الاهلي لعبت حلو وفي اخر 10 دقايق الماتش اتقلب عليك، الترابيزه اتقلبت عليك وخسرت 2-0. هو كان في الكاس، كان في كاس مصر، نهائي كاس مصر، ماتش الزمالك والاهلي. فاروق عارف. مش فاكر والله. ماتش الزمالك والاهلي يا ابني ما كانش في الكاس. ماتش الزمالك والاهلي. لا ايوه صح كان في الكاس. امام عاشور. ايوه خليناش بقى نقلب عليها. افتكرت. خلاص. كان لعبت برضه 80 دقيقه ماسك كوره على الاهلي وعامل ماتش كويس. بس خلي بالك الاهلي كسب بالسيناريو اللي هو عايزه. بالظبط، هو ده الاهلي اللي بيعمله اصلا. هو الاهلي كان عايز يعمل السيناريو ده في الماتش ده بس هو مشي تمام لحد ما جبنا الجون. الاهلي هاجم، فاحنا لعبنا على الهجمات المرتده والاهلي جاب جون. انا شايف جون مسخره يعني. دفاع الزمالك ما جاش في الجون ده فعلا. جون عبد القادر اصلا يجيب فيها جون ده بالنسبه لي ان الدفاع ما جاش الصراحه يعني. عارف المشكله ايه؟ الاحتفال اللي هو احتفله ده هي في ماتش الاهلي والزمالك يا عم. ده انت شفت الفيديو اللي انا منزله؟ هنقطعهم. شفت الفيديو اللي انا منزله؟ ايوه شفته. طيب بعيدا عن قادر يعني جوميز، انا عن نفسي اداؤه كويس جدا. لا هو بس عيبه الوحيد يمكن ان هو بيلعب دفاع متقدم. ما خلي بالك انت فرقه كبيره فلازم تلعب دفاع متقدم وتضغط. ماشي لما يبقى عندك مدافعين تعتمد عليهم. لا انا عندي مدافعين مع احترامي لحسام عبد المجيد برضو، ده تاني ماتش ليه يمكن في الموسم يبقى كويس يعني، يبقى نقدر نشيب بيه. قبل كده حسام عبد المجيد كان حتى في ماتش فيوتشر الذهاب تقريبا او العوده عمل كوارث. في ماتش الذهاب اعتقد ايوه الذهاب عمل كوارث يعني، كانت الكره بتعدي من تحته وبتاع. بس في ماتش اتحاد اسكندريه الصراحه عمل ماتش كويس جدا. حط بابلولو في جيبه يعني، هو حمزه المسلوسي. جوميز ده سادس اعتقد ماتش ليه، ماتش الاهلي والزمالك اللي هو بتاع الدوري. اداء يمكن نقول جيد او جيد جدا صح. انت بتدي كام اداء جوميز؟ اديله 8. انا برضو اديله 7 يعني. هو خلي بالك مش هياخد 9